ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة نواصل السيرة الذاتية العطرة لشيخنا وأستاذنا وحبيبنا سعادة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، الأستاذ بجامعة نايف الأمنية سابقا، ورئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا، وعضو في كثير من المنظمات العلمية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة البروف جلال الدين، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ برهان، وعبر قناة سلام أحيي الإخوة المشاهدين والمتابعين لهذا البرنامج، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا، وشكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم سعادة البروف. تحدثنا في اللقاء السابق عن تاريخكم العلمي وتاريخكم الدعوي، وما زلنا نتحدث عن هذا التاريخ الدعوي العلمي في ساحات الدعوة إلى الله داخل الشعب الإريتري المسلم. وكان من أفضل أو من أهم، دعنا نقول من أهم فترة حياتكم حفظكم الله ورعاكم ما قدمتم من نصح وتوجيه وجهاد في حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وذكرتم لنا الخطوة التي تم اتخاذها بغض النظر عن صوابها من خطئها في انفصال حركة الجهاد الإسلامي الإريتري إلى تيارين، تيار الإخوان وتيار السلف. ثم بعد ذلك توالت الانقسامات، وهنا وقفنا في الحلقة السابقة، واستمرارا لسرد هذا التاريخ وحتى يعني نستفيد منه نحن الأجيال أو من يأتي بعدنا من الأجيال المتعلمة والمستفيدة، تعرف أين كان الخلل في حصول أي خطأ من الأخطاء، خاصة أن الله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع والخلاف دائما يؤدي إلى ضعف هذه الأمة. من خلال هذا التاريخ يتبين لنا ذلك، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. لا أريد أن أستأثر بالحديث، فالحديث معكم شيخنا البروف جلال ماتع وممتع. ننطلق بعد أن حصلت الخطوة، ما الذي حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الذي حدث والذي حدثتك عنه في اللقاءات السابقة، وهي الخطوة التي أدت إلى انقسام
الحركة. وحقيقة في لقائي مع الأخ أبي سهيل هذا العام وسألته ولماذا أنتم أقدمتم إلى هذه الخطوة، وقلت له لا أتفق معكم في أنها تصحيحية وأنها كانت اجتهاد خاطئ، وأسميها انقلاب ولا أسميها خطوة تصحيحية، ولكنكم أنتم تسمونها خطوة تصحيحية. فما الذي ألجأكم إلى فعل أو إلى الإقدام في هذه الخطوة؟ فذكر لي أن هذا لم يحدث من عبث، وإنما حدث نتيجة اختراقات حدثت في المكتب العسكري، ووقوع عدد من المجاهدين في كمائن نصبتها الجبهة الشعبية، وخدمها في ذلك العناصر الذين اخترقت بهم الجبهة الشعبية الحركة حتى وصلوا إلى المكتب العسكري. ويقول لقد رفعنا بهم تقارير كافية إلى القيادة، ولكن لم يتخذ معهم ما ينبغي أن يتخذ، وحدثت نكبات متتالية تضرر منها المجاهدون وأدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وكان لابد أن نخطو هذه الخطوة. وأردنا من هذه الخطوة أمرين: الأمر الأول حماية الحركة الإسلامية، الحركة الجهادية، وصيانتها من الاختراق الذي حدث فيها، وتطهير المكتب العسكري أولا. ثانيا تأزيم العلاقة بين السودان وإريتريا، لأن هذه العلاقة كانت تجري على حساب مصالحنا نحن، فمن مصلحتنا نحن أن نؤزم الموقف بين السودان وإريتريا، ولا يكون هذا إلا بعمل عسكري في الداخل. أيضا كان هنالك نوع من الاستيطان على أراضي المسلمين في المنخفضات بحجة أن الأرض ملك للدولة، وأن النظام في أسمرة أصبح يوزعها على رأسماليين إقطاعيين من التيغرينيا يستولون على أراضي واسعة، في حين أبناء هذه المنطقة قابعون في مناطق اللاجئين ولا يسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم. فلا بد من تخويف هؤلاء الذين يريدون أن يستولوا على هذه القطاعات الواسعة من الأراضي ويستثمروها لتقوية اقتصادهم على حساب اقتصاد الآخرين. جميل. وقد أدت هذه السياسة مفعولها، وأجبرنا هؤلاء على أن يسحبوا ممتلكاتهم، وفعلا سحبوا ممتلكاتهم، بل أن بعض منهم قالوا لنا خذوها، فقلنا لهم لا نأخذها، هي ممتلكاتكم، ولكن استثماركم في هذه المنطقة في حين أن أهلها محظور عليهم أن يعودوا إليها وأنتم تأتون لتستثمرونها أمر غير مقبول، وليس من العدالة الوطنية أن يحدث هذا. جميل. فانسحبوا
وحققت الخطوة مفعولها. فهذا الشيء حدث إنجازا نتيجة هذه الخطوة، وهي اللي دفعتنا أن نواصل العمل العسكري في داخل الميدان. ما رأيك أنت في جواب سهيل؟ أنا رأيي في هذا حفظه الله، نعم، كل عمل ينطوي على شيء من المفسدة وعلى شيء من المصلحة. كنت أتمنى أن يحدث هذا والحركة متحدة، ولكن يبدو أن تفاقم الإشكاليات الأمنية والاختراقات التي حدثت في داخل المكتب العسكري عجلت إلى أن يحدث هذا الانقسام. ولكن يقول هو نحن لما عملنا هذا الشيء ليس في مقصودنا أبدا أن نقسم الحركة ونعزل القيادة التنفيذية، ولم يكن في مقصودنا وفي خطتنا، لم يكن في الخطة مقصود إصدار بيان بعزل القيادة التنفيذية. هذا لم يكن أبدا في الخطة. لماذا صدر إذن؟ قال هنالك حدث تصرف خاطئ واجتهاد خاطئ فصدر البيان نتيجة دون ذكر أسماء. ممن حدث هذا؟ ما ذكر لي أسماء، ولكن قال لي أن لا يعني أقصد أنا المكاتب، من الذي يعني كان له يد طولة؟ المكتب العسكري هو اللي قام بالعملية الانقلابية. ممتاز، فهمنا هذا. لكن من الذي صدر البيان؟ من الذي أمر به؟ من الذي وقعه؟ من الجهة؟ أو مجلس الشورى؟ أو لا خلاص، الجهة التي خطت الخطوة التي أقدمت على هذا الفعل هي التي أصدرت البيان، لكن لم يكن هذا البيان في خطتها ومحل إجماعها، وإنما مجموعة في هذه القوى تصرفت وأصدرت بيان بعزل القيادة التنفيذية، وكان هذا الخطأ، وكان خلاص البيان صدر بهذا الشكل، فالجميع يتحمله طبعا. لكن هو يقول إنه لم يكن في الخطة اتفاق على أن يصدر بيان بهذه الطريقة التي صدر بها. طيب، هل ذكروا لك الأسباب في ذلك؟ يعني ما الذي جعلهم يصدرون بيانا لفصل عزل القيادة التنفيذية؟ عزل القيادة التنفيذية. أيوة. ما الأسباب؟ ما لم يذكر أسباب، وإنما المهم الحادثة وقعت، لكنه لم يكن في الخطة. جميل. لكن هنالك أناس لم يسميهم لي بأسمائهم، وصدر منهم هذا الشيء ربما لاجتهاد خاطئ، ربما لأمور أخرى لا ندري. طيب، الآن القيادات العسكرية طبعا انتهى الله المستعان، ما رأيهم في هذا التصرف؟ يعني في تصرف إصدار البيان بعد أن رأوا هذه النتائج، ماذا يقولون؟ طبعا إنه كون الشيخ أبو سهيل يقول أن هذا لم يكن محل اتفاق، هو نقد. أيوة، هو اعتراف ضمني. هو اعتراف ضمني، يعني هو نقد بأن هذا خطأ، ولكنه ليس مقصودا. ما كان محل اتفاق، وإنما قال حدث الله المستعان. وعلى كل أحيانا الانقسام أو الانشقاق في أي حركة ليس شرا كله، فقد يكون فيه شيء من الخير، وربما يكون فيه نجاح، وهو أشبه ما يكون مثل الولادة القيصرية. المرأة في بطنها جنين، أنه من الطبيعي أن تلد بطريقة طبيعية، ولكن أحيانا الأمر يضطر
أن تتدخل قوى خارجية كطبيب تجري العملية القيصرية ويخرج الجنين يعني. وتجد في حركات كثيرة إسلامية يحدث انقسام. هذا الانقسام ليس هو شر محض، مثل ما حدث في الحركة الإسلامية التركية. كانت نجم الدين أربكان والمجموعة دي كلها كانت قوة واحدة، ثم حدث خلاف فخرج حزب العدالة بقيادة الرئيس أردوغان، وهذا الوليد من هذه الحركة أنجز إنجازا كبيرا نحن نراه الآن. ولكن كان من الأفضل أن يكون كل ذلك والحركة متحدة. جميل. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ طبعا بعد ذلك تطورت الأمور نحو الأسوأ من حيث إصدار البيانات المتبادلة والمواقف المتشنجة والإعلام القاسي الذي استخدم الألفاظ غير اللائقة، كل يرمي بها الآخر. حدثت مهاترات ومشاتمات في هذا الجانب، وكل ذهب إلى طريقته. والأخوة الذين أخذوا الجانب العسكري مشوا في هذا المجال وحققوا الإنجاز الذي ذكرته لك. والأخوة أيضا سموا نفسهم حركة الخلاص الإسلامي، مشوا أيضا ورتبوا وضعهم وراجعوا أمورهم ورتبوا داخلهم، وتفتقت أذهانهم لرؤى جديدة. سمعت أنكم كنتم في لجنة الصلح. أيوة، نحن كنا في لجنة الصلح. نعم. الأخوة، وربما يعني بعض الأخوة لا يحبون ذكر أسمائهم، فنحن كنا في لجنة الإصلاح وسعينا في ذلك. نعم. ولكننا أخفقنا. والقاعدة الجماهيرية الذين كانوا كلهم ملتزمين في الحركة كانوا ينتظروننا مننا، وكنا نقول لهم ليأخذ كل منكم معلوماته عنا ولا يستمع إلى الإشاعات، لأنه كثرت الإشاعات. والنظام أيضا في داخل إريتريا كان يبث الشائعات التي تزيد الجراح مزيدا من التشقق ومزيدا من الآلام. فكنا نقول لهم هذه الأقاويل وهذه الشائعات التي تسمعونها لا تفيدكم، ولنكن نحن مصدركم في هذا الشيء. يعني حدثنا عن اللجنة واجتهاداتها في الصلح، أين سافرت، أين التقت، وين قابلت، كم مرة قدمت الحوارات من هذا النوع حتى نعرف الجهود الإصلاح التي بذلت. أيوة، نحن أولا في الداخل حاولنا أن في داخل المناطق الموجودين فيها، طبعا كنا موجودين في المملكة وقتها يعني، حاولنا أن نحفظ قواعدنا وأن نهدئها يعني، وبذلنا في هذا جهد كبير، واستطعنا أن نكسب عدد كبير منهم. وكنا نلتقي بهم في بعض الأماكن نجمعهم ونحدثهم بآخر التطورات. ووقتها كنا نظاميين، وقتها كنا في العمل السياسي الإريتري في المملكة كان نظاميا يعني. نعم. ليس أمرا خارج النظام. صحيح. أيوة، فكانت الثورة الإريترية مكاتب الثورات الإريترية موجودة في جدة يعني، ومن ضمنهم كنا نحن في وبعد الاستقلال تم الاعتذار منكم. أيوة، بعد الاستقلال خلاص الاعتذار منا وانتهى كل شيء يعني. بعد أن هدأنا القاعدة في الرياض، في جدة، في كل الأماكن، وأصبحنا نحن الوسيط أو الوسيلة لتوضيح المعلومات الحقيقية. أيضا ذهبنا والأخوة أيضا ذهبوا
أنا لم أكن معه وقتها، إلى الشيخ سفر من أجل أن يسهم في عملية الإصلاح. وأيضا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه جمع هذه القيادات وحاول الإصلاح يا سلام بينهم. يا سلام. ولكنه لم يحدث. طبعا إذا حدث إن شاء خلاص يعني ونسحهم. وأيضا في السودان، وكان هناك الأمين أخونا الأمين نافع الله يذكره بالخير الآن موجود في السودان، كان من ضمن لجنة الإصلاح. وقتها كان في المملكة. هو أخونا أبو إدريس كان من الإصلاح. أخوانا آخران ربما لا يودان ذكر اسميهما أيضا كانوا في الإصلاح. نعم. الأخ سعيد صابر أبو صابر توفي استشهد رحمة الله عليه. كان في الإصلاح. وبعد أن استفرغنا كل ما عندنا ورأينا أن الأمر ليس بذلك الذي يمكن أن نعالجه نحن، وخلاص فلت من اليد، اتفقنا على أن نوجه نداء إلى الإخوة، إلى الإخوة القاعدة للجماعة، نعم. إنه كل يذهب إلى الجهة التي يريد أن يذهب إليها. لأنه قبل ذلك كنا نحجزهم كلهم اهدأوا، أمور ممكن تحسن أسلوب. تقصد القاعدة؟ أيوة القاعدة، ليست القاعدة عشان ما يختلط الناس بالقاعدة دي كان يعني قصدي هو الجماهير. نعم. القواعد والجماهير وليس تنظيم القاعدة. أيوة ليس تنظيم القاعدة. هذا لا علاقة للحركة به من قريب وبعيد. نعم. ابتعدت عنه تماما يعني لأنه هي حركة وطنية وليست أممية. نعم. وتؤمن في الجانب الوطني. صحيح. بالمناسبة هذا مهم أن تعلق عليه. أيوة. جلاله هذه فرصة. أيوة. أن حركة الجهاد الإسلامي لم يكن لها ليست لها أي ارتباطات. نعم. والأمريكان أجروا تحقيق في هذا. نعم. وجو السودان. نعم. وأجروا تحقيقا ووصلوا إلى هذه النتيجة بأن الحركة الإسلامية الإريترية، حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، لا صلة لها بالتنظيمات القتالية العالمية. يا سلام. وهي مجرد حركة وطنية تطالب بالإصلاح. طبعا إسلامية وطنية إسلامية بالإصلاح الداخلي في إريتريا. جميل. وأنها جزء من التحالف الوطني الإريتري الذي كان يعقد اجتماعاته في أديس أبابا برعاية الحكومة الإثيوبية في عهد ملس زيناوي، بل برعاية الأمم المتحدة. أيوة. لا، الأمم المتحدة ما تقين أنه إثيوبيا استضافت المعارضين الإريتريين بإذن الأمم المتحدة، أليس كذلك؟ لا ليس بإذن المملكة المتحدة. الأمم المتحدة لا دخل لها في قضايا هذه. مندوب الأمم المتحدة كان حاضرا في الاجتماعات؟ لا. طيب إذا هذه معلومات خاطئة. طيب. ولكن هنالك كان حلف صنعاء. حلف صنعاء كان يضم السودان وإثيوبيا واليمن. وهذا الحلف كانت عنده إشكالية مع إريتريا، لأن إريتريا كانت في مشاكل حدودية مع هذه الدول. جميل. وكان في حلف أيضا جيبوتي والصومال، كلهم كانوا في حلف صنعاء. وهذا الحلف تبنى المعارضة الإريترية. والمعارضة الإريترية في ذلك الوقت، الآن لا التواريخ عندي مشكلة في حفظ الأرقام التواريخ. معذور دكتور. أيوة. إنه عقدت التحالف الديمقراطي الإريتري في الخرطوم، وتكون هذا التحالف الديمقراطي الإريتري في الخرطوم، وحلف صنعاء وقف معه وأيده. ثم نقلت القضية إلى أديس أبابا، والحركة الإسلامية الإريترية، حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، طبعا هذا الحركة الإسلامية الإريترية الآن حصل كل هذا بعدما حصل الانقسام. أنا فاهم. إحنا وقفنا الآن
في أنكم قلتم للجماهير، دعنا نعبر بالجماهير بدل أن نعبر بلفظ القواعد حتى لا يلتبس. قلتم هذا الكلام للجماهير كل يذهب بحسب توجهه، فالإخواني مع الإخوان والسلفي مع وأحيانا بعض الناس ليسوا إخوان وليسوا سلفيين، بعض الناس عاديين يعني مستقلين فذهبوا إلى من يريدون يعني فذهبوا إلى من يرون أنه على حق. أيوة حق، نعبر بهذا أحسن. أيوة جميل. سؤالي الآن، ألا يمكن أو ألم يمكن في ذلك الوقت أن تعمل هذه المدارس سويا بالتنسيق فيما بينهما مع المحافظة على كيانهما؟ هنا حدثت بعد ذلك نوع من المبادرات الجميلة يعني وجديرة بالذكر يعني. فحسب ما أفادني الشيخ أبو سهيل أن الشيخ عرفة زارهم. ما شاء الله، رحمه الله، رحمة الله عليه، رحمة واسعة. زارهم وهم أيضا بادلوه زيارة. جميل. وعندما مرض زاروه في المستشفى أيضا. جميل. فهذا يعطي تطور جيد يعني، ويعطي خطوة تصالحية في ذلك الوقت أم الآن قبل موته؟ يعني هو مات قبل حوالي قبل موته هذا طبعا، في قبل هو زارهم قبل موته رحمه الله ب6 سنوات تقريبا. 6 سنوات زارهم في مكتبهم وتباحث معهم يعني يعني هي خطوة في إبداع حسن النوايا. جميل. وهي خطوة إلى قطع الطريق على كل من يريد أن يؤجج الخلاف ويؤزم العلاقات بين الإسلاميين، وهي خطوة جميلة ومحسوبة للشيخ عرفة الله يرحمه، والأخوة أيضا سروا بها وتخفف من الحدة، وهم بالمقابل زاروا الشيخ. لكن أيضا للأسف يوجد بعض الكربلائيين، ما سميتهم أنا الكربلائيين يعني. من تقصد؟ الكربلائيون هؤلاء هم أنا أرمي بها أناس لا يفارقون أو لا تفارق كربلاء مجالسهم. فدائما هم في إثارة، في حزن شديد، وفي إثارة ما حدث للحسين بن يزيد. فهم كلما الناس اقتربت على أن تتوافق هم يذكرون الناس بكربلاء، بذاك التاريخ الذي حدث. الله المستعان. فهذا أيضا موجود، صنف موجود يعني للأسف. يعني بالتفصيل بمعنى أنهم يذكرون بمقتل فلان ومقتل فلان، ودم فلان وكذا، وحقوق فلان، هكذا تقصد؟ نعم. والجماعة هؤلاء فعلوا فينا كذا وعملوا كذا ويوم فلان كذا، يذكروك بحرب كليب في الجاهلية، حرب البسوس. نعم. وكلما أرادت القبائل أن تتصالح ذكروها بموت كليب، يقولون ذلك في قصيدة شعرية وعندما يولد مولود. طيب أنا كان قصدي دكتور جلال في تلك الفترة يعني ما حصل بينهم مثلا جلسة وتفاهم حول العمل؟ بعد كده طرح مشروع للتضامن الإسلامي. التضامن الإسلامي بعد الخطوة. لا يعني بعد الخطوة بفترة يعني. جميل. ولكن أيضا هذا التضامن الإسلامي كان أوسع، ليس فقط يجمع الحركتين، وإنما يجمع معها غيرهم ممن يهمهم شأن المسلمين يعني من التنظيمات الأخرى. ولكن أيضا هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح يعني وأخفقت.
وبعد ذلك الحركة دخلت في انقسامات متتالية. من تقصد هنا الآن بالحركة؟ الآن هناك مدرستان. الآن لفترة طويلة اللي حمل اسم حركة الجهاد الإسلامي الإريتري هم الأخوة الذين قاموا بالخطوة الانقلابية. جميل. والطرف الآخر غير اسمه إلى حركة الخلاص الإسلامي. نعم. أيضا بعدين الأخوة حصلت تحولات من الأسماء عديدة، حتى الأخوة الذين سموا نفسهم الذين بقوا باسم حركة الجهاد الإسلامي الإريتري بعدين حولوها إلى حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري. هل تذكر التاريخ؟ معلش ما أذكر التاريخ. جميل. ثم سموها من حركة الجهاد إلى حركة ماذا؟ الإصلاح الإسلامي. الإصلاح الإسلامي. طبعا هذا اجتهاد منهم ورأوا. أيوة. نعم. وهذول اللي تسموا بحركة الخلاص الإسلامي تحولوا أيضا إلى الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية. هل كان لكم دور في هذا دكتور؟ نحن نتكلم عن سيرتكم العطرة في التحول مثلا حركة الخلاص الإسلامي في هذا المسمى. لا. هل باركتم؟ هل يعني كتبتم لهم خطابات؟ طبعا هذه يعني أشياء جميلة وظروف تفرضها يعني، وتغيرات هي تعبر عن مرونة في التغير يعني، لأن الأوضاع السياسية في المنطقة تلزمك بأن تتحرك، والسياسة هي عمل ليس عملا جامدا، هو عمل متحرك يعني صحيح. حسب الظروف وحسب الأحوال. فالتحولات هذه جيدة. جميل. ولكنها تعطيك أن الحركة استحالت لشيء آخر، إذا أخذنا تعبير الفقهاء اللي يسمونه الاستحالة. الاستحالة في الفقه معروف طبعا، إنه ويضربون مثلا بالخمر تستحيل بضربات شمس أو بفعل تحولت يعني. أصبحت شيئا آخر فتأخذ حكما آخر. اللي يسمونه الاستحالة. فحركة الجهاد الإسلامي استحالت. نعم. وأصبحت بتعريفها الأول لم توجد، لأنه لو بحثنا الآن وطلبنا وقلنا ما تعريف حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، لكان حركة الجهاد الإسلامي الإريتري معناها التعريف لها هي تنظيم سياسي قتالي. جميل. حتى لا أنسى، هل كتبت يعني مصنفات في تاريخ حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، كيف بدأت وكيف انتهت؟ في عدة كتب. سنسألكم في هذه نهاية التاريخ. أيوة. أنا ما قرأت، ولكن أخونا أبو أسامة آدم صالح كتب كتاب عن حركة الجهاد الإسلامي الإريتري. أبو أسامة الدكتور آدم صالح حلفة؟ لا واحد ثاني. أبو أسامة اسمه وأظن آدم صالح. للدكتور عبد الرحيم شاكر، هل له مصنف في هذا؟ أخونا أبو شاكر محمد طاهر شنقر؟ لا، عبد الرحيم شاكر دكتوراه في جامعة كسلة. طيب نواصل. المهم هناك كتب. أيوة هناك كتب. سنعود إلى هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب غيروا أسماءهم ثم استمروا في العمل. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد كده خلاص أصبحوا جزء من التحالف الوطني الإريتري. التحالف الوطني الإريتري الذي انتقل إلى أديس أبابا. لا، قبل التحالف هل هناك انقسامات حصلت في حركة الجهاد الإسلامي؟ صح. نعم، حصلت انقسام. وهل هناك، لكن لم تحصل في جناح الإخوان. حركة الخلاص الإسلامي ما حصل بينهم أي انقسام. سبحان الله. ما عدا خرج منهم آدم مجاوراي، الشيخ آدم مجاوراي غادرهم، لكنه لم يبني تنظيما مقابلا جديدا مقابلا لهم. نعم. يا سلام. خرج منه. لكن وهو اصلا جاء لم يكن من بنية الإخوان المسلمين. سبحان الله. نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بعدم الخروج على الحاكم. أيوة.
لا هذا شيء آخر نناقشه بعدين، قضية الخروج على الحاكم. لا أنا أعني هذا الخلاف والنزاع. شوف ماذا أيوة، ولكن المشكلة هو أنت عبرت وقلت بأن هذا انقلاب عسكري. أيوة، أليس كذلك؟ هو هذا يعطيك يعني انطباع عجز في حل المشكلات الإدارية، في فشل إداري. يعني القيادة لم تكن بتلك الكفاءة لحل المشكلات الإدارية. المسألة لا ينظر إليها فقط الذين عملوا انقلاب، أيضا الجانب القيادي كان يعاني من عجز إداري في حل المشكلات. كان مشكلة ترتيب الأولويات. الفكر بتاع الحركة نفسها، التعبئة، الخلفية التربوية بتاعها لم تكن خلفية قابلة للانفتاح عقلانيا، كانت في أطرها الضيقة، نحن أخوان، نحن سلفيين، لم تكن في منطلق أوسع من هذا. فأنت عندما تحشر نفسك في جحر ضيق فرجلك ستمتد على قدر هذا الضيق يعني وتفكيرك سيفكر على هذا الضيق. لكن عندما تخرج من هذه الأطر وتفكر بمنطلق أوسع ما حتتصرف كما تصرفت سابقا يعني. فكانت الحركة في حد ذاتها كانت تعاني من عدم. من هنا يتبين لنا أهمية الاجتماع على الكتاب والسنة بمسمى المسلمين. أيوة، لا لكن مش ليس فقط اجتماع على الكتاب والسنة، أحيانا قد تجتمع، ولكن هذا الاجتماع إذا لم تحسن إدارته فلا بد أن ينشطر، لا بد أن ينقسم. يعني ما الذي سيجمعنا إذا لم يجمعنا الإسلام؟ نحن نحتاج، بمعنى إحنا الآن، طيب أنا تعلمت في المدارس السلفية وتربيت في كذا وكذا، وأخي قد يكون ابن أمي تربى وتعلم في المدارس الإخوانية. في النهاية إحنا مسلمين. أيوة، فإحنا الآن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحب الصحابة ونؤمن يعني بما يؤمن به السلف الصالح من معتقد أهل السنة والجماعة. إحنا مشكلتنا هي لماذا الخلاف؟ إحنا مشكلتنا ندخل في فرعيات. أيوة، أنا أقول من الأشياء التي كانت مشكلة في داخل الحركة ما يسمونه المنهج. يعني أنا أقصد شيخنا، أليس خلينا نقول اليوم مدرسة الإخوان مثلا من أئمتها مثلا الشيخ الإمام العلامة يوسف القرضاوي، ومدرسة السلفية من أئمتها الشيخ العلامة ابن باز، كلاهما عالمان جليلان يحبان بعضهما بعضا، تمام؟ ولكن هناك خلافات في أمور الفقهية مبنية على أدلة هم يرونها صحيحة، لكن هل هذا معناه أنهما متضادان؟ لا. لذلك هل يمكن أن يعملا سويا فيما فيه مصلحة المسلمين؟ نعم، ولكن المشكلة حتى الإخوان في داخلهم ينقسمون. حركة الإخوان المسلمين الآن تعاني. يعني أنت ذكرت أنهم مذهبا واحدا. لا ولم يخرج منهم إلى مجاوراي في إريتريا هذا. لكن حركة الإخوان المسلمين على مستوى مصر لو أخذتها، على مستوى العالم أخذتها، هي في حد ذاتها تنقسم. طيب نعود نحن إلى إريتريا. أيوة، فإحنا خلينا نكون في الإطار الإريتري. الحركة الإريترية، الحركة الإسلامية الإريترية في نشأتها لم تتحد بطريقة علمية صحيحة، وكانت تقودها العاطفة أكثر من والتقى كل طرف من الآخر وهو يتوجس منه خيفة ويحذر منه. والإخوان يخشون أن يسيطر على الحركة السلفيين، والسلفيون يخشون أن يسيطر على الحركة الإخوان، وكل يراقب الثاني، وأي خطأ أي خلل يفسر على أنه أو أي اجتهاد يفسر على أنه نوع من المراوغة ومن التحايل على الاستيلاء. الله المستعان. فمن الأشياء اللي كانت تجيب إشكالية إنه يقول لك المنهج. إيه؟ المنهج هذا إذا سألت يا واحد
ما الذي تعنيه بالمنهج يفسره على فهمه هو. فكانوا يقولون انه لا تدخل كتب الإخوان في الحلقات التربوية، وثم تدخل كتب، يقولون هم يعني تقول تسللت كتب للإخوان فتحدث مشكلة. الله المستعان. طيب خلينا نعود إلى قضيتنا. أنتم سعادة البروف، رأيكم بأن كان هناك خلل في القيادة من حيث الجانب الإداري، لم يكن على المستوى. أيوة لم يكن جاء الحركة، بالتالي أدى إلى والوعي السياسي لم يكن على مستوى، لم تكن وضوح في الرؤية. أنت أعلنت الجهاد إلى متى ولماذا؟ لم يكن محسوبا. لو سألت واحد تقول له في الحركة، تقول له إلى متى الجهاد؟ متى؟ يقول لك إلى قيام الدولة الإسلامية. في نفس الحركة لو مشيت إلى شخص آخر وسألته إلى متى الجهاد، يقول لك الجهاد إلى تحرير إريتريا. فهذه كلها أمور لم تكن واضحة. مستقبل الحركة ماذا سيكون بعد تحرير إريتريا لم يكن واضح. حركة الجهاد الإسلامي الإريتري انقسمت، أنت قلت أيضا إلى انقسامات. حدثنا عن هذا الانقسام. يعني فمثلا الأخوة لما خرجوا لما عملوا خطوتهم الانقلابية، ومعظم من ينهجون النهج السلفي التفوا حولهم يعني، وكانوا يؤمنون بالعمل العسكري. أنا طبعا لم أؤمن بعمل عسكري منذ البداية يعني. صحيح. وضده يعني، وكنت أراه أنه مجرد عواطف، ولكن ليس يعني، وعبرت، هم يعرفون هذا. ولكنك لم تنشق. لا أيوة، أنا غادرت، ما عملت تنظيم ولا حاجة. لا. مع أنك منذ بداية أيوة ما انشقت. أي نعم. مشيت مع الأخوة في الاتحاد. أيوة مشيت معه. هذا الفقه الجميل. أيوة مشيت معه. أن رغم أنك مخالف. أيوة أنا لست مقتنع. أي نعم. بنشأة الحركة، ولا مقتنع بحل الاتحاد وانضمامي إلى الحركة، وعارضته. ومع ذلك الأخوة صوتوا وقالوا نمشي، فقلت لهم أمشي معكم. يا سلام. لا. ما ذهبت لا. وانشققت. لا. وكونت حزبا. لا. جديدا. لا. ورأيا. لا. طب أنت لماذا كنت دكتور جلال حزب أو عضو في الفيدرالي؟ بعدين هذه لما أنا مشيت لندن وحصل تطورات يعني. سنأتي إليها. أيوة. فالحركة الأخوة للسلفيين الذين اتخذوا الخطوة. أنا نصحتهم، قلت لهم أنا لا أكون معكم، لأنني لا أؤمن بالمسار الذي سلكتموه أنتم، لأنه مسار عسكري. أنا لا أؤمن بهذا الشيء، لكني أنا أنصحكم من أجل أن يكون لكم إنتاج معين وتنجحوا في مشروعكم، أن تحافظوا على وحدتكم. أنتم تحافظوا على وحدتكم، لأن الانشقاق إذا بدأ لا ينتهي منه، يتوسع. والأخوة أيضا يحافظوا على وحدتهم، فربما يوم من الأيام تتحدون. أيوة نلتقي، والتقاء الاثنين أقرب إلى التوحد من التقاء 4 أو 5 6 مع الأسف. أيوة. وقلت لهم أنا أوصيكم بهذا الشيء. وأنا مشيت عام 94 إلى لندن. جميل. بعد مجيئي إلى لندن بسنة أظن، عام لست متأكد من التاريخ كمشكلتي، عام ب 96 1996 حدث انشقاق في الأخوة، في حركة الجهاد الإسلامي. حدث انقسام، خرج منهم تنظيم يسمى المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح. الله المستعان. من قيادته، من رجاله، من قادته في ذلك الوقت يعني أخونا
الشيخ هل مناسب نذكر الاسماء؟ كما تحب. لا هلا. المجلس الاسلامي للدعوه والاصلاح، جميل. يكفي هذا. وهذا اختلف معهم وتهجم عليهم واتهم الاتحاد الاسلامي طرف اريتريا بانه هيمن على التنظيم. نفس الاتهام اللي سابقا اتهموا به الاخوان بانهم هيمنوا على الحركه، الان جناح منهم انشق عليهم واتهمهم بنفس التهمه التي اتهموا بها الاخوان، انه هم سيطروا على الحركه، على حركه الجهاد الاسلامي وقتها بعد الانشقاق. هي بقيت على هذا الاسم الى ان غيرت بعد ذلك الاصلاح، واصدروا بيان بادانتهم وسموهم الخوارج. هذا حركه الجهاد الاسلامي الاريتري اللي هم حركه الاصلاح. ايوه، المجلس الاسلامي للدعوه والاصلاح. المجلس الاسلامي هو الذي اصدر بيان؟ ايوه. او حركه الاصلاح؟ لا، المجلس الاسلامي للدعوه والاصلاح اصدر بيانا اتهم فيه اخوانه والجماعه اللي كان معهم في البدايه وشاركهم في الانقسام بانهم خوارج، بانهم خوارج وخطر على المنطقه. هو اختلف معهم، طبعا لما يختلفوا على المنطقه على امر بعد كذلك يبيحون لانفسهم ان يلصقوا التهم كما يشاءون، يعني يستخدمون مصطلح الخوارج ويستخدمون مصطلح المعتزله ويستخدمون اي المصطلحات تنفيرا من اجل ان ينفروا الناس على هذا. فحدث المجلس الاسلامي للدعوه والاصلاح، حصل هذا الانقسام يعني. وانا لا اريد ان اتحدث فيه لانه لم اكن حاضرا يعني ولا اعرف خلفيه. لا نحن الان نسرد التاريخ فقط. ولا نريد الان ان نحكم من كان صاحب الحق ومن كان صاحب، لكن نريد من خلال هذا الموضوع لا ذاته ان نحذر الناس من الخلاف. لكن الخلاف شر. النزاع شر. يؤدي الى الضعف والهوان. لذلك لما شوف يعني حصل الخطوه نتج عنها بيان غير مرضي عنه كما انت تفضلت ولم يكن في الخطه. شوف كيف يدخل الشيطان. ثم بعد ذلك حصل الان هذا الخلاف وخرج هذا المجلس الاسلامي للدعوه والاصلاح. بعده ايضا اظن في هناك تطورات. بعدها ايضا تطور حدث انه اختلاف الاخ الدكتور حسن سلمان معه، وخرج وتاسس شيء اسمه المؤتمر الاسلامي. جميل، الله المستعان. وهكذا اصبحت الان الحركه الجهاد الاسلامي الاريتري الى 3 اقسام. الى 3. الحزب الاسلامي للعداله والتنميه بحوار توافقي فيما بينهم الجماعه قرروا ان لحظه هذا اسم جديد. الحزب الاسلامي للعداله والتنميه ما ذكرناه. حركه الخلاص الإسلامي. حركه الخلاص تحولت الى الحزب الاسلامي للعداله والتنميه. متى؟ ما اعرف التاريخ، ما انا لا احفظ التاريخ. جميل، لا تعرف التاريخ، لكن اذكر لنا حدثا لماذا غيروا اسمه من حركه. لا، رأوا تطورا انه بدل حركه يتحولوا الى حزب. الحزب سموه الحزب الاسلامي للعداله والتنميه. العداله والتنميه. ثم مؤخرا طبعا تغير. هذا الحزب الان نتيجه مشاورات داخليه كما يقولون هم وصلوا الى قرار ان يفصلوا العمل السياسي عن العمل الدعوي. جميل. فأسسوا الحزب الوطني الديمقراطي الاريتري. انا الان لست متاكد من الاسم. اسمه الحزب حادي مش حادي، حادي. الحادي معروف طبعا، الذي يحدو، اختصروه في كلمة حادي الركب. طيب. هو ولكن هو اسمه الطويل أنا لا أحفظه الآن، لكن هو الحزب الوطني الديمقراطي. شوف في النت أنت اكتب الحزب الوطني من خلال جوجل الإريتريا وكذا يجينا يعني فورا.
الحزب الوطني الإريتري. الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري. عشان بيجيني الاسم أنا. أيوة. الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري. الاشتراكي. لا الاشتراكي ما في اشتراكي. الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري فيها الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الوطني كذا. على كل حال جوجل أعطاني أسماء كثيرة، ما توقعت أن أجد هذه الأسماء. يعني عموما خلينا نسميه الحزب الوطني الإريتري. لا ودنا نسميه الاسم الرسمي حقه يعني. صحيح. يعني كما سماه. طيب الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري. الحزب الوطني الديمقراطي. بسم الله. صحيح ما ذكرته صحيح. أنا أعطاني الاسم كاملا وفتح معي ايوه خلاص. ايوه حزب الوطن الديمقراطي الإريتري. ايوه حزب الوطن الديمقراطي الإريتري. ايوه حزب الوطن الديمقراطي الإريتري، وهذا موقعهم الرسمي. ايوه نعم. إذن هذا اسمه حزب الوطن الديمقراطي الإريتري. حادي. نعم بين قوسين حادي. نعم حادي. حادي. نعم. ايوه هذا الآن هم وصلوا إلى رؤية توافقية أن يفصلوا العمل الدعوي عن العمل السياسي، وكونوا هذا الحزب وجعلوه حزبا مفتوحا لكل الإريتريين بغض النظر عن المعتقد الديني والانتماء المذهبي وكذا يدخل فيه، وهو حزب يطرح حلا سياسيا للإشكاليات الموجودة في داخل إريتريا، ويعمل ضمن التحالف الوطني الإريتري لإسقاط نظام أفورقي، ولكن خلفيته يعود إلى الخلفية الإسلامية، يعني مدرسة الإخوان المسلمين في خلفيته الفكرية. جميل. لن نأتي الآن على رأيكم في هذا، يعني هذه الخطوة التي اتخذوها الإخوة ورأوا واجتهدوا في ذلك، هل كان ذلك أيضا بالإجماع أو حصل فيه خلاف أو فيه آراء؟ المهم صدر في هذا بيان وغيروا فعلا اسمهم إلى حزب الإصلاح هؤلاء. نعم. الإصلاح من حركة الجهاد الإسلامي، هم أيضا رأوا هذا الاسم يسبب لهم هذا التحول الثالث الآن. يعني من حركة الجهاد الإسلامي سموا أنفسهم حركة الخلاص الإسلامي. لا هذا حركة الخلاص الإسلامي جناح الإخوان، ثم الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية. أيوة. ثم بعد ذلك سموا أنفسهم حزب وطن حزب الوطن الديمقراطي الإريتري. حزب الوطن الديمقراطي. هذا جناح الإخوان. نحن طبعا الحركة انقسمت، اتحدت جناحين إسلاميين. تحدثنا عن الجناح السلفي. أيوة تحدثنا عنه. أيوة. الجناح السلفي أيضا مر بحركة الجهاد الإسلامي الإريتري، خرج منه المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح والمؤتمر الإسلامي بقيادة حسن سلمان. حسن سلمان. نعم. وبعدين هو نفسه تحول من حركة الجهاد الإسلامي الإريتري إلى حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري. طيب سنقف هنا. هل بعد هذا حصل انقسام أو توقف الانقسام إلى هذا الحد؟ وكيف هم الآن، يعني ماذا يعملون في الساحة؟
وأين وصلوا. مشاهدي الأكارم، سنواصل الحديث مع شيخنا البروف جلال حول تاريخ إريتريا والسيرة العطرة الدعوية لفضيلته. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم ورأيتم مصائب الخلاف إلى أين يؤدي بالأمة، وهذا أيضا لمن يقرأ التاريخ منذ أن تأسست الدولة الإسلامية على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد الذي نحن عليه من واقع مؤلم. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور جلال. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.